في الفيديو ده هقولك على 4 مصطلحات برمجية مهمين جدا. أول مصطلح معانا وهو البروجرامينج لانجويج، ودي ببساطة اللغة اللي بنستخدمها علشان نكتب التعليمات اللي الكمبيوتر بينفذها. وزي ما احنا بنتكلم بلغات زي العربي والإنجليزي، فالكمبيوتر بيتعامل بلغات زي سي بلس بلس والجافا سكريبت والبايثون. تاني مصطلح معانا وهو الالجوريزم، ودي طريقة أو مجموعة خطوات منظمة علشان نحل مشكلة أو ننفذ مهمة معينة خطوة بخطوة. يعني مثلا لو عايز تكتب كود بيحسب درجات الطلاب، أول حاجة بتعملها إنك بتحدد الخطوات اللي انت هتمشي عليها، زي قراءة البيانات والعمليات الحسابية وطباعة النتيجة. ثالث مصطلح وهو الارثمتيك اوبريتورز، ودي العمليات الأساسية اللي بنستخدمها في الكود زي الجمع والطرح والضرب والقسمة. يعني بكل بساطة دي الأدوات اللي بتساعدك في تنفيذ العمليات الحسابية في البرمجة. آخر مصطلح معانا وهو الكمبيوتر بروجرام، وده ببساطة مجموعة من الأوامر اللي بنكتبها بلغة برمجة معينة واللي الكمبيوتر بينفذها علشان يحقق لنا هدف معين. يعني مثلا لو كتبت كود بيحسب عمر الشخص من تاريخ ميلاده لحد الوقت الحالي، فده كده برنامج كمبيوتر صغير لايك فولو وتحول لمبرمج.